مع اللبنانية اللي عم بيتعلموا يقولوا بونجور. يعني صباح الخير ما بقى تعجبهم. بونجور. نحن ليه ما بدنا نضل فولكير ونقول صباح الخير؟ ايه صباح الخير. قلت له حبيبي انت لو رحت على امريكا شو اللغه اللي بتحكيها؟ قال لي بتعلم انجليزي وبحكي انجليزي. قلت له طب انت بلبنان تعلم اللهجه اللبنانيه. ما عرفتك يا انجلينا جولي؟ مو شغلنا الانترو لانه شكلنا اليوم بدنا نجلي فيها بلاط سوري. النازح السوري في لبنان مخيف وخائف. مخيف ايه؟ خائف من شو؟ مخوفني لإلي، مخوفنا لإلنا. ليش خائف؟ يعني خايف انه يتغير وضعه كمان، ويمكن خايف انه يرجع على سوريا. اكيد ما بيترك باريس. ما اكيد اذا بخاف يترك باريس الشرقي. باشو؟ باريس الشرقي. باريس الشرق. لا لحد يضحك عليها يا شباب، وانت لا بقى تعيدي هالنكته بلا ما تصير مسخره يعني بالدول العربيه والاجنبيه والساحليه والغربيه والفوقيه والتحتيه. نعم. اكمل يجرب حديثك اكمل. لانه لما شاف لبنان ما صدق انه هو بيقعد مع اللبنانيه. لا يا سوري يا مخيف، قاعد ببريد الشرق وقاعد مع اللبنانيه وفوق هيك عم نعلمكم كلمه بونجور وبونسوار واكسسوار ستيولير. انتوا عندكم بسوريا بتقولوا استقيوزمي. فينا نعيش نحن وياهم. في اختلاف كبير بالثقافات، طب بقول لك ما بنعرف نتفاهم على بعض. طبعا في اختلاف كثير بالثقافات والتضاريس. هن بمحل ونحن بمحل. طبعا انتم بمحل ونحن بمحلك يا عيوني. انتم بالشارع عم تستعرضوا للناس ثقافتكم وامكانياتكم تضاريسكم واحجامها. جبنا ليت. اما نحن السوريين اللي مخيفين عم ننزع ثقافتكم بعزتنا وشرفنا وانتمائنا للغتنا. جيبوا لي وحده من امثال هي تحكي انجليش كامل او فرنسي كامل او اصلا عندها شيء كامل حتى شكلها. استغفر الله العظيم، انت رب العالمين بكره يوم القيامه ما راح يعرفك. والله يعني انا خلقتك بس مو انت من وي؟ ماني متذكر خلقت هيك منظر انا بصراحه. انه ما شاء الله ما في شيء طبيعي. ولك يا عجوز يا غبي. السوريين نشروا ثقافه الياسمين بكل بقاع العالم. ماشي؟ اكملي اجر اصغر طفل سوري بحديثك. مو؟ هيدي كثير ما بحكي لك اياها. عم بقول له بليز تعطيني شوكولا مو، فقال لي شو؟ قلت له والله ما بعرف، هيدا مش مترجم بالعربي اسمه شوكولامو. الله يرحم جدك كان فكر الشوكولامو دول البواسير. ترى ليكي انت فهمان الشب غلط. هذا الشاب السوري دارس وبيعرف انه السكريات ما بتواتي الحيوانات، فلهيك قال لك شو؟ بدك ما تواخذينا ما بنفهم على لغه الحمير والله. بده يرجع الى بلاده؟ هو ما بده طبعا، بس انا بقول لك لازم يرجع بالقوه. يعني 3 مليون سوري بدهم يقعدوا بلبنان، لا ما فينا نعيش نحن وياهم. طبعا يا تيتا ما بده يرجع. حدا بيترك الطائفية الكيوت بلبنان، حدا بيترك ريحة الزبالة اللي بالشوارع في باريس. أنا مش عم هين لا سمح الله، فعلا اللبنانيين عم يعانوا من مشكلة الزبالة اللي ما بتنشال ومشاكل كثير. يا مزموزيل بريز الشرق، ولو اللبناني قدران يطالع مصروف فوق ال$100 كان ترك لك باريس الشرق تتهني فيها. بركي بتقولي لنا باريس الشرق شو قدمت؟ أما يجي الآخر يحتل أرضك وميتك وكهربتك وشغلك وفرص عملك. هلا سؤال للبنانيين، هاي اللي عم تذكرهم هدول الشغلات موجودين عندكم بلبنان؟ ولك يا بنت البريز ما فيك تنكري انه شويه الكهرباء اللي عندكم وشويه المي اللي عندكم من خير سوريا. والله سبرايز. او ماي جاد اي ام سوري، معلومه هاي صدمتك. او ماي جاد. سوريا فتحت ابوابها للبنانيه. متى؟ لما كان جدك وابوك الفاضل يوقفوا على زوايا شوارعنا الشريفه يستنوا السوري ليتحنن عليهم بكم ليره بهداك الوقت. متى؟ طبعا الف تحيه للشعب اللبناني الشريف. طبعا انا عم بحكي على هاي الفئه فقط واشكر. السوري كل 3-4 أسابيع بفوت على سوريا بيدفع $100 بمرسوم جمهوري. هيدا يا سوريا نصاب عم تجيب $100 منين؟ يا بالشوم عم تشتغل بعرق جبينك، وبكل دولة عم تروح عليها عم تنجح أكثر من ابن الدولة نفسها. خسيس الله ياخدك بس كرهتيني اسمي. نهاية ألف تحية للشعب اللبناني الشريف اللي هي ما بتمثله، وأنا أبدا بالفيديو ما عنيت أي حدا من اللبنانيين الشرفاء إلا هالفئة اللي موجودة بلبنان واللي أصلا هن اللبنانيين بيكرهون. ونهاية وغصب عن اللي بيريد واللي ما بيريد وعن كل حدا عنصري مثلك، سوريا أم الحضارات شئتي
أم لم تشائي؟ أقدم عاصمة في العالم في سوريا. أنت مين؟ السوريين لهم بصمة بكل دول العالم. أنت مين؟ ولك السوريين تعلموا نصف لغات العالم. ولك أنت مين؟ وصدقيني لما بعض الفنانين وصفوك بالحيوان ما كانوا عم يهينوك أبدا، بس لأنه الإنسان ما بيدعي على أخوه الإنسان بهالوحشية. الله بتزلزل فيهم الدنيا. الله يزلزل الأرض تحته. وبدي ما تنسى هذا الشعب حتى الموت خاف منه، مو بس انت. اذا ما بتعرف تقول بونجور حط لي لايك، واذا بتعرف تقول حط لي سبسكرايب. لك شو سبسكرايب؟ اشتراك نحن هون نحكي انجليزي. وبونجور علينا وعليكم ورحمه الله وبركاته. رايح اكل شوكولا مع فحل بصل.